اوليتش عند روبن، بدأ يهرب، ممكن البينية خطيرة، خطير. كروس عايز يعدي، خبطت ومحاولة وهدف لبايرن ميونخ. خطأ دفاعي في التغطية، ويبقى أولى أهداف المباراة بعد نص ساعة لصالح بايرن ميونخ اللي بيسجله مين ولا باشتوبر. هنشوف اللي قدامنا دون هو توني كروس، لكن مش هو اللي سجل، ده كروس هو اللي كان عمل الكرة واللي سجلها ايفيكا اوليتش بعد ما كانت نهائيا احمد السيد بالخطأ. يبقى الهدف الاول لصالح نادي بايرن ميونخ. ادي كروس لعبها حلو وعدت خبطت في احمد السيد، يبقى الهدف الاول لصالح بايرن ميونخ. احمد السيد هدف غير مقصود، اون جول في الدقيقة 30. يبقى 1 بايرن ميونخ لا شيء الاهلي. ومصمم على كلامي ان الاهلي لو ضر مرت على تاريخ النادي الاهلي. نقلة لعبة بتوصل عند تريكا، يلعب بينية، فرصة جول فرصة جول بركات. اخيرا بركات يسجل التعادل. يا ولد يا بركات، بينية حلوة من ابو تريكا من ورا دفاع البايرن، وبركات بقى يسجل التعادل عشان يفرح جمهور النادي الاهلي. وعقيدة الفوز راسخة بل موثقة من بينية تريكا ومن انفراد بركات اللي بيسجل هدف التعادل للنادي الاهلي. 1-1. ايوه كده ادي تريكا وادي التروباس باطن مغطي، وابو زيد خالك يا بركات حطها حلوة على شمال نوير. بقى هدف التعادل دي على يمينه على طول خطف. هو بركات عارف ان هو لو مر الجمهور اللي موجود في جمهورية مصر العربية. اتلعبت الكرة العالية والشيف اكرامي يطلع، لسه محاولة والتاني البايرن ميونخ. لسه بتكلم وبقول مهم جدا، لكن ايفيكا اوليتش يسجل الهدف الثاني في مرمى النادي الاهلي. طلع شريف اكرامي طلع الكوره، ما كانش فيه تغطيه دفاعيه. بقى الهدف الثاني عن طريق ايفيكا اوليتش في الدقيقه 94، ويقبل بايرن الاستسلام عشان تبقى النتيجه 2. ادي الاعاده وادي شريف طلع بالبوكس، محدش كان مكمل، خبطت وبقت في المرمى. اهي الكوره. بقى الهدف الثاني لبايرن ميونخ، لكن مش مشكله، الاهلي عمل مباراه حلوه وممتازه، والشيف هو كان مطلع بالبوكس وطالع، لكن رجعت الكره وارتدت. بقى الهدف الثاني لبايرن ميونخ. شريف طبعا من حقه يبقى زعلان.